كان يا مكان أيامنا أيام زمان. صلي على النبي. نبدأ الكلام في مش بودكاست لما وفوانيس. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخريجة معانا. مستنيك من امبارح بقى. هحكي لك بقى، اقول لك ان سنة 89 الاستاذ فؤاد حب يعمل تاني عمو فؤاد من غير مصطفى الشندويلي ومن غير محمد رجاء. قام الاستاذ مصطفى الشندويلي رفع عليه قضية ان هو صاحب حق اسمه وشخصية عمو فؤاد، وكسب القضية واتلغت فوازير عمو فؤاد. لكن الاستاذ مفيد فوزي عمل حلقة صلح ما بين الاستاذ عبد المنعم مدبولي والاستاذ فؤاد المهندس، وتصالحوا فعلا في برنامج مع الاستاذ مفيد، ورجعوا لبعض انه الاستاذ فؤاد المهندس يشتغل تاني مع محمد رجائي ومصطفى الشندويلي ويعملوا عمو فؤاد راجع يا ولاد سنة 89. ونيجي بعدها بقى انطلاقة تانية سنة 90، كان في عمو فؤاد في السيرك وعمو فؤاد فتح العداد وعمو فؤاد السياحة وعمو فؤاد العصابة بيقابل العصابة. وكان في سنة 94 عمو فؤاد والعلماء العرب. لكن الأستاذ مصطفى الشندويلي توفى في السنة دي، فكمل مكانه الأستاذ فداء الشندويلي والأستاذ شامخ الشندويلي أبنائه. وبعدين سنة 95 عملوا عمو فؤاد في أجازة ورئيس التحرير عن البيئة وأطفال الشوارع والكمبيوتر وأم الدنيا. كانت أيام حلوة قوي. وعايز بس أشكر الأستاذ فداء الشندويلي اللي خصنا بكل المعلومات الصحيحة الحقيقية اللي حكيناها النهاردة. ما تجيب الشاي بقى، ما تنسوش تدعوا لهم. سلام.